بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقاطع الفيديو اللي بيتم تصويرها لشباب أو صبايا بعلمهم أو بغير علمهم، بعد هيك بيبدأ مشوار طويل من الابتزازات المالية. مقصود بابتزازات مالية يعني بيقوموا بتصوير شاب بوضع حرج. بعد هيك إما بتدفع مبلغ من المال ولا بننشر. لو دفعته آه، بقدر ما ممكن تدفعوا، راح يضلوا هدول الناس يبتزوكوا. إذا في عنا عدة حلول لتخطي هاي الجزئية. هلا أنا كان لي شرح سابق، لكن كان شرح يعني في اختصارات كثيرة. أنا اليوم راح أقدم شرح وافي من الخطوة الأولى لحديت الحذف. راح أفرجيكم نتيجة الحذف كيف راح تكون قدامكم. ببساطة أول شيء بيلزمنا حساب جيميل. اللي ما بيعرف راح أحط شرح بسيط كيف نعمل حساب جيميل. بعد هيك اللي هو ايميل جيميل. بعد هيك بدنا يكون المقطع بيخصنا، ما بيصير نقوم بتبليغات عشوائية، وإلا ممكن نتلاحق قضائيا وقانونيا بحسب الدولة اللي انت ساكن فيها. بعد هيك بروح للمقطع نفسه يلي بيكون فيه الابتزاز. مثلا هذا المقطع وصل 1,175,000. هلا بكل الأحوال في عنا أسفل كل مقطع كلمة إبلاغ، بضغط عليها وبستنى شوية. عندنا بالأسفل في كلمة محتوى ينتهك حقوقي، بضغط عليها. نختار من الخيارات هون انتهاك خصوصية. بعد هيك بضغط على كلمة إرسال، راح يفتح لي صفحة جديدة. هلا هون بيذكر لي البنود وإيش مطلوب مني وإيش مش مطلوب مني. بتابع عملية تقديم شكوى حول الخصوصية وذاك. بالأسفل هون في عنا كلمة متابعة، بنضغط عليها. بضغط على ما زلت أريد تقديم شكوى بشأن الخصوصية. متابعة. راجعت إرشادات المنتدى اللي هي فيها تنبيه قانوني وحق. هون في عندي خيارين، إما أن تكون الصورة أو الاسم الكامل أو البيانات الشخصية. يعني هون الصورة المقصود فيها كانت ستيل ثابتة فيديو متحركة، أو اسمي الكامل سواء كان داخل المقطع أو كعنوان. وهون بيانات شخصية سواء كانت هي البيانات بتخص مثلا عنواني، بياناتي المالية وما شابه ذلك، أو رقم هويتي. يعني أي شيء بيعرض بياناتي الخاصة للخطر. هون طبعا احنا الحالة اللي نتعامل معها هي صورة أو اسم كامل. هون بدنا نركز شوية. ببساطة احنا البيانات هاي رح نستعملها، رح تكون ما بيننا وبين اليوتيوب فقط. فسواء استخدمنا بيانات حقيقية او وهمية ما في مشكلة. يعني انا هلا راح استخدم بيانات وهمية. يعني اكتب اي اسم وبختار البلد او بخليها تلقائي. ايميل راح يتواصلوا فيه معي، لانه في عملية تواصل راح تكون بيني وبين اليوتيوب. هلا المطلوب هون اني اجيب تضمين عنوان اليو ار ال للقناة اللي بتفصح عن المعلومات الشخصية. حتى اجيب هذا الشيء بدي اروح اسفل المقطع في اسم القناة اللي بتنزل هذه المقاطع. بضغط عليها، فتح في نافذة جديدة. واضح هون بانه صاحب القناة عنده حساب جيميل بس ما عنده حساب باليوتيوب، وهذا شيء كبير مختلف يعني. ببساطة يا اما بنسخ هذا النص كله. وهو المطلوب منك هو المطلوب عادة انه يكون مثلا عندنا هون نفرض انه هاي القناة اسمها 5 مرات ايه. فبنسخ هذا النص كله وباخدها. بما انه الحالة ما في اسم قناة، فباخد هذا النص كاملا زي ما هو وبحطه هون. نسخ لصق. نتأكد انه تم نسخ العنوان 100%. طيب هلا بدهم فيديو موضع الشكوى. وبدي تتذكروا معي الرابط هذا، لأنه راح تشوفوه بنهاية المقطع بإذن الله بعد ما يتم حذفه. وبننسخهم، يا هذا بننسخه يا هذا بننسخه، كله بيؤدي لنفس المبدأ. وبنروح على المكان المخصص وبنعمل لصق. هلا في عندنا هون عدة خيارات. يتم عرض صورتي، إذا في حال بيستخدم اسمنا برضو كمان ممكن، إذا صوت ممكن. وننزل لأسفل منها. هون عندنا 3 خيارات، انه داخل العنوان او وصف الفيديو، داخل مقطع الفيديو، داخل خلفية القناة. لا هون احنا بنحكي عن الفيديو في انا موجود فيه.
فاذا بختار داخل مقطع الفيديو، وهون مطلوب مني اني اعبي من اي لحظة بيبدأ ظهوري انا في هذا المقطع. اذا كان مثلا في الثانية الخامسة بضغط 0.05. في الدقيقة العاشرة بضغط 10.00. بس هون احنا عندنا المقطع من بدايته ما شاء الله، فبنحط 0.1. طيب هل تم نسخ المحتوى من قناتك الخاصة؟ طبعا لا. وهون بيطلب مني يعني لو بإيجاز ليش أنا بطالب اليوتيوب يحذفوه. يعني مبدئيا أرجو حذف هذا المقطع لأن فيه انتهاك صارخ لخصوصيتي. بس. ولدي اقتناع حسن النية، وأنا أقر بصحة المعلومات، وبعدها بضغط تقديم. إذا في أي نواقص، أي شيء غير تام، راح يعطيني إشعار باللون الأحمر. هون أعطاني إنه تم يعني تم قبول الطلب، لكن هذا قبول يعني مبدئي، لأنه راح يتم مراجعة الملف خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى. في حال وجود أي ملاحظات بيرجعوا لي على الإيميل. في حال الرفض كمان، رفض الحذف، بيرجعوا لي على الإيميل. فأنا راح أستنى الحين تواصل اليوتيوب معي على الإيميل، وبنشوف بعدها بإذن الله شو راح يصير. هلا زي ما وضحت بانه اليوتيوب راح يتواصلوا معي عبر الايميل ويعلموني بقرارهم. اول ايميل تلقيته من اليوتيوب كان بانه تلقينا الشكوى، راح ندرسها، وخلال 48 ساعة بالكتير راح نعطيك قرارنا سواء بابقاء المقطع او حذفه. لكن بعد هيك طلبوا مني تزويدهم بهوية، بطاقة هوية، صورة هوية أو باسبور. فأنا برضو زودتهم. يعني أنا هون حليت موضوع بأنه دبرت صورة هوية وأرسلتها لصاحبة الشأن وأرسلناها. وبعد هيك أجاني قرار بأنه تم إزالة المواد المعنية. يعني احنا هون بنحكي عن مقطع تجاوز 1,000,000 مشاهدة بفضل الله، وتم حذفه بشكل نهائي. طبعا للمشككين انا راح افتح المقطع امامكم هلا، وهذا هو المقطع. بتتذكروا الرابط تاع المقطع هيو موجود هلا اسفل مقطع الفيديو اللي عم بتشوفوا فيه. اضغطوا عليه، راح يطلع عندكم بانه تم ازالة هذا المقطع نتيجة الإبلاغ عنه. بهيك بإذن الله راح يتم حذف المقاطع اللي بتنتهك خصوصيتنا بشكل عام. أنا بذكر بأنه في رقم جوال خصيصا تم إرفاقه. بإمكانكم الاتصال به سواء عن طريق الفايبر أو الواتساب، حتى يعني أساعد أوجه كيف ممكن نقوم بالحذف بدون أي تردد. والله يعيننا جميعا على فعل الخيرات، ويعني وإن شاء الله نجد هذا كله في ميزان حسناتنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.